السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير بإذن الله. النهارده بقى ايه، بصراحة الجو حر قوي، يعني الحر زايد قوي، وبعدين كل شوية بقى ندخل المطبخ نطبخ ونعمل أكلات دسمة في الحر وكده مش مستاهلة. هعمل بقى النهارده كده ايه، طاسة سجق بسيطة جدا، عادية جدا ان شاء الله. هعملها كده لوحدها بعيش بقى او ناكلها كده مع شوية سلطة. ف هنشوف بقى نعملها ازاي، ويا رب الطريقة تعجبكم ان شاء الله. بصوا انا جبت بقى الصينية دي كده، هحط فيها حبة زيت، حبة زيت كده حلوين. بسم الله. وبعدين انا بقى عندي هنا ايه، عندي هنا كده شوية خلية، اللي هي بتاعت الخروف دي. انا هنزل بيها هنا، بس لازم في زيت مش في سمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. لان السمنة هتتحرق بسرعة، الزيت ما بيتحرقش. لازم نسيحها كده في شوية ايه، في شوية زيت، لان السمنه هتحرقها بسرعه وهنلاقي الصينيه دي كده اتحرقت. انما الزيت بيستحمل طبعا. انا هسيبها بقى تنزل الدهون بتاعتها دي في قلب الزيت لحد ايه ما تبقى قطعه صغيره خالص. هسيبها بقى لان هي بتاخد وقت شويه. بص انا كنت بعد بقى ما حطيت الزيت اهو، حطيت حته السمنه ونزلت بالسجق. حطيت بقى حته السمنه اهي ونزلت بقى بالسجق. وهسيب بقى السجق ايه في قلب الصينيه كده ينزل ميته وينشف شويه. مش عايزه افضل اقلب فيه علشان الحشو اللي جوه ما يطلعش. هسيبه بقى اوطي عليه كده خالص لحد هو ما هينزل ميته عشان يستوي كله في قلب بعضه. معايا هنا بقى بصوا شويه بصل كده، شويه بصل حلوين كده وشويه فلفل اخضر. هرجع بقى كده دوت كله كده هرجعه لورا، وانزل بقى ايه بالبصل والفلفل هنا في السمنه كده عشان يتشوحوا. بس انا طبعا بحب اوطي النار علشان الدنيا ما تطرطش وتبهدل البوتاجاز، والدهون بقى تطلع كده في كل حته وتبهدل المطبخ. اهو هقلب بقى عليه شويه. بصوا هقلب بقى البصل مع الفلفل في قلب الايه السمنه بعيدا عن السجق شويه. اقلبهم بقى كده تقليبه حلوه، واحط بقى التوابل بتاعتي. فلفل اسود بس، مش هحط اكتر من كده. فلفل اسود وملح، علشان كتر التوابل بتضيع طبعا طعم الايه اللحوم السمك. عايزين توابل كتير في الاكل. اجيب بقى شويه فلفل اسود، شويه فلفل اسود كده صغيرين مش كتير. وبعدين انا عندي هنا برضو شويه بابريكا مدخنه، بتبقى حلوه في الحاجات دي، في السجق، في الشاورما، في الحاجات دي يعني بجيبها من عند العطار. بابريكا مدخنه معروفه يعني عند العطار، كل العطارين عارفين. واقلب بقى كده. وطبعا انا مش بحب عموما اعمل اكل في قلب الحلل، بحب الصواني اكتر. يعني حتى كده الصينيه على البوتاجاز بيبقى منظرها او شكلها احلى من الحله. ادخل بقى يلا كل المكونات كده في قلب بعضها، نقلبها ونسيبها بقى ايه تستوي. سهله وبسيطه ومش محتاجه وقفه كتير في المطبخ يعني. كل المكونات بقى كده دخلناها في قلب بعضها اهو. بصوا، وبرده هسيبها بقى كده واغطي عليها عشان تنزل برده البصل والفلفل ينزلوا ميتهم ويستووا في قلب بعض. العيش اهو دوت اهو، بجيبه بفرده طبعا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بجيبه بحطه في الفريزر، ولما بعوز بقى بطلعه. انا مش عارفه بس كده التصوير باين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. عملت بقى بصوا شويه سلطه طحينه كده حلوين عشان تدي طعم. احط بقى كده في العيش كله. بسم الله كده بصوا اهو.
في العيش بقى عشان يدي طبعا طعم مع السجق. بس لازم اتني الحرف الاولاني ده كده علشان السجق والحاجات ديت، يعني اديله كده يعني تقل شويه في العيش، ما احطش كده على طول وهو مفرود، ممكن يقوم فاكك مني. بصراحه السندوتشات دي حلوه وجميله وسهله جدا بقى في الصيف. اعمل كده وكده اهو، والف بقى ايه كده، هضم الجنبين والف كده. بصوا بصوا طبعا البيبسي اهو. هعمل طبعا، انا هعمل الكميه طبعا اللي في الصينيه كلها اهو. برضو اجيب الطحينه احسن بقى من المكرونه ومن الحاجات ايه، يعني بصراحه اللي بنقعد نعملها في الحر ورز والحاجات دي، يلا هي سهله كده وبسيطه بدل وقفتنا في المطبخ. اهو بصوا بالصوص بتاعها، بالفلفل، بالبصل، بكل حاجه كده، ولسه هنحطها شويه على الجريلا اهو. اهو بصوا انها كده حتى لو اتقطعت هي هتدخل يلا في قلب بعضها. هلف انا بقى طبعا كل الكميه دي ونشوف بقى ما نحطه على الجريلا. بس انا جبت بقى الجريلا دي اهي، حطيت فيها نقطه زيت، نقطه صغيره بس عشان ايه تحمص كده العيش. سيبها يسخن بقى ومعايا الفرشه هنا اوزع بيها الزيت. بصراحه انا عايزه اشتري الجريلا دي بتاعت مرات اخويا، وانا ايه رحت واخداها كده منها، كان بعت فيها محشي بس ما رجعت لهاش تاني، مش هديها لها يعني بصراحه. فانا عايزه اشتري واحده، بس هما الايام دي بقوا غاليين جدا اهو. بصوا بقى نحط كده عشان بس ايه تعمل العلامات كده اللي هي زي من ايه، زي ما بنجيبه من بره بالظبط. علي بقى عليه كده، احنا هنحمصه شويه بيبقى حلو جدا لما بيتحمص. الجريلا دي طبعا بتديله الشكل الحلو. ان شاء الله عايزه ابقى اشتري واحده، بس الاسعار بتاعت الحاجات دي بقت غاليه بقى. ان شاء الله كده يا رب يكون في خصم ولا حاجه في شهر 8 اشوف واحده بقى يعني حلوه. بس اسيبهم بقى كده على النار يتحمصوا بقى وياخدوا الشكل بتاع العلامات بتاعت الجريلا. بصوا بقى بعد ما طلعناه من الجريلا بصوا عامل ازاي، بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا تحفه وجميله اهو. بصوا ايه رايكم بقى، احلى سندوتشات اهي اللي بنبعت نجيبها من بره، جميله اهي ونعملها في البيت بطريقتنا احنا وبطريقه نضيفه وزي بره بالظبط. العيش ده بنجيبه ونحطه في الفريزر عادي جدا وتطلعيه اي وقت. بصوا عملنا شويه السندوتشات الحلوين دول لولادك بقى، لمصيف، لطلع رحله، لكل الحاجات دي. افكار حلوه اهي وجميله ويا رب تعجبكم. ومتشكره جدا على الناس اللي بتتفاعل معايا في القناه، متشكره جدا جدا. يا ريت بقى الناس اكتر ولايك وشير وتشيروا الفيديو كده، واشوفكم بقى في فيديو جديد. باي باي.